لو واحدة حامل وعندها common cold، إيه الأدوية الآمنة نسبيًا اللي إحنا نقدر نصرفها لها؟ أول حاجة بالنسبة لأعراض الفيفر أو الsore throat أو أي ألم أو صداع، أفضل حاجة هي الباراسيتامول العادي اللي هو الأزرق، مش الإكسترا، عشان الإكسترا بيكون معاه كافيين ودوّة فيه محاذير في استخدامه في الحمل. بنستخدم الجرعة من قرص لقرصين كل 6 ل8 ساعات لمدة يومين ل3 أيام أو عند اللزوم لو الأعراض مش شديدة. النقطة التانية عندنا نقط الأنف، وهنستخدم الأتروفين اللي هي محلول ملح اللي هي بيبي صلاين، نقطة نقطتين حتى لو 4 نقط مفيش مشكلة، كل 4 ل6 ساعات لمدة 3 أو 5 أو حتى 7 أيام معندناش أي مشكلة. طيب بالنسبة للزيلوميتازولين اللي هي الأتروفين أدلت، هقولك برضو في محاذير بنستخدمها للضرورة الشديدة. طيب نفترض عندنا أعراض شديدة بقى سنيزنج راني نوز والموضوع مزعج جدا للمريضة، ممكن نستخدم أنتي هيستامينيك اللي هو بيكون طبقا ل FDA جروب بي زي اللوراتيدين، اسمه التجاري كلاريتين. الجرعة المعتادة بيكون قرص قبل النوم لمدة 3 ل5 أيام. خلي بالك المواد اللي فيها سودوإفيدرين جروب سي، وبعض المراجع أو كل المراجع تقريبا بتحذر من استخدامها أثناء الحمل. سودوإفيدرين بقى كونجستال والساين أب والوان تو 3 وكل الأدوية دي.